يا مساء الورد والياسمين على كل الناس الحلوين اللي بتسمعني. الناس الحلوين بس، الوحشين لا. انا جاي اتكلم النهارده في فويس ده علشان الناس الوحشين القلة في مجتمعنا. الناس اللي بيجيب في سيرة الناس اللي توفوا، الناس اللي بيجيب في سيرة اسيادهم اللي ماتوا. نقدر نقول لهم انتوا لو بتحاولوا تشوهوا تزييف وتزيفوا الحقائق عموما، فاللي ماتوا عن حياتنا دول اصلا مش محتاجين ان احنا ندافع عنهم دلوقتي، لان سيرتهم الطيبة بتتكلم بصوت عالي قوي، وهتفضل تتكلم مدى الحياة، وبصوت اوضح من اي كلام مغرض يطلع من كنتوا او يطلع من بقكم. الناس ممكن تطلع اشاعات، ممكن تطلع ادعاءات فارغة ومواقف كدابة ما حصلتش من الاساس، لكن الحقيقة عمرها ما بتموت. اللي اللي بيبقى بعد الرحيل، يعني بعد ما اي حد بيموت، هو السيرة الطيبة والاثر الجميل، الذكريات الحلوة، الدقايق والساعات والايام الجميلة اللي فعلا بتكون محفورة جوانا. خلونا نكرم فعلا غياب الناس اللي توفت، خلونا نكرمهم حتى بالصمت، يعني حتى لو هم كانوا في يوم من الايام كانوا قاسيين من وجهة نظرهم، فخلونا نكرم غيابهم ده بالصمت، الصمت المحترم، ونسيب الكذب يسقط لوحده. لان فعلا في ناس كتير جدا كدابين بيجيبوا في ناس كانوا صادقين وما زالوا صادقين بصدقهم ووعودهم لحبايبهم الموجودين على وجه الارض حاليا. سيرتهم بس يعني اقول ان هي تكفي، والباقي كله كلام في كلام، يعني كفايه بس ان سيرتهم موجوده واسمهم موجود. وما عنديش حاجة أقولها غير إن الحكمة المفيدة اللي دايما بنستفيد منها وبنقولها، وقاعدة عامة في حياتنا، إن الحق فعلا هو اللي بيعيش، والكذب بيموت مع أصحابه، بيموت لوحده كأنه سرطان بيودي صحابه في الآخر للموت. وصدقوني جملة جميلة كمان، الميت ما بيتوجعش، اللي بيتوجع الناس أحبائه اللي موجودين. فأتمنى من الناس الأقلة اللي ملهمش لازمة، أو الحشرات اللي موجودة ما ينفعش تتكلم ب... بشكل غير لائق على أسيادهم. شكرا، ويا رب يكون الفويس ده بمثابة فوقان لشوية حشرات في حياتنا. السلام عليكم.